ليش كتير من التطبيقات بتبدأ بداية قوية ومبهرة وبعدين فجأة بتتعثر وبتفشل؟ الجواب ممكن يفاجئكن لأنه ما إله علاقة بلحظة الإطلاق نفسها أبداً. الموضوع كله بيتعلق باللي بيصير بعدها. أغلب الناس بتفكر إنه يوم الإطلاق هو الاختبار الحقيقي، هو لحظة النجاح أو الفشل. بس هاي الفكرة الشائعة في الواقع بتخبي وراها حقيقة مختلفة تماماً. الفشل الحقيقي بيظهر عند أول تحديث. نعم، هي اللحظة الحاسمة اللي بتنهار فيها مشاريع كتير كانت تبدو ناجحة، وهون الحماس بيتحول لإحباط. طيب ليش؟ شو اللي بخلي أول تحديث اللي المفروض يكون خطوة للأمام هو نفسه سبب السقوط المفاجئ هذا؟ الجواب موجود في شيء عادة الكل بيتجاهله: الواجهة الخلفية أو الباك إند. فكروا فيه كمحرك التطبيق الخفي. لما ينكتب هذا المحرك بدون بنية هندسية واضحة بيصير مثل عيب خفي مجرد ناطر اللحظة الغلط ليظهر ويعمل كارثة. في تحليلنا اليوم رح نتعمق بهاي المشكلة. رح نبدأ بفهم السقوط اللي بيصير بعد الإطلاق، وبعدين رح نشوف كيف ممكن ميزة جديدة تتحول لخطر، وكيف التحديثات بتكشف كل نقاط الضعف، وأخيراً رح نحكي عن الحل، كيف نبني أساس مصمم للتغيير. يلا نبدأ بالجزء الأول. هون رح نكتشف ليش الاحتفال بإطلاق ناجح ممكن يكون شوي بكير. وهيدا بياخدنا لمفارقة غريبة شوي في الجزء الثاني: كيف ممكن نجاح التطبيق وطلب المستخدمين لميزات جديدة يصير هو أكبر تهديد للنظام كله. قبل ما نكمل مهم كتير نوضح شو بنقصد بالبنية الهيكلية للواجهة الخلفية. تخيلوها أساس البيت، ما حدا بيشوفه، بس هو اللي بيحدد قوة المبنى كله وقدرته على تحمل أي طابق جديد أو تعديلات بالمستقبل. هو ببساطة الهيكل اللي بيربط كل شيء ببعضه. وهون الفرق بيبين بشكل مذهل. لما يكون عندك بنية قوية، إضافة ميزة جديدة بتعني نمو وتطور، بس مع بنية ضعيفة نفس هاي الميزة بتعني خطر وفوضى واحتمال انهيار كل شيء. وهلأ بنوصل للحظة الحقيقة، اللحظة يلي بتيجي فيها التحديثات وبتشتغل مثل اختبار ضغط، تكشف كل الشقوق والتصدعات المختفية في الأساس. طيب شو هي أعراض هذا الأساس الضعيف؟ شوفوا، الأخطاء البرمجية أو الباجز بتبلش تطلع مع كل تعديل صغير. أداء التطبيق بصير أبطأ وأبطأ. عملية التطوير نفسها بتتحول لكابوس، بطيئة ومؤلمة، والنظام بصير عرضة للانهيار بأي لحظة. كلها علامات تحذير واضحة جداً. بس الخبر الحلو إنه في حل. خلونا ننتقل للجزء الرابع ونشوف كيف ممكن نبني أنظمة مصممة أصلاً عشان تتطور وتنمو. المصدر اللي بنعتمد عليه بيعطينا شركة أب سمارت كمثال على الطريقة الصح. هم بيركزوا على بناء أنظمة مرنة وقادرة على تحمل التغيير، وهيك التحديثات والإضافات بتصير جزء طبيعي من حياة المنتج، مش تهديد لوجوده. إذن شو هي المبادئ الأساسية؟ أولاً التخطيط للمستقبل، مش بس لليوم. ثانياً البناء بنظام الوحدات أو modularity، يعني كل جزء من النظام مصمم مثل قطعة ليجو مستقلة، نقدر نعدلها أو نبدلها بسهولة بدون ما نهد المبنى كله. وثالثاً الاختبار المستمر عشان نتأكد إن الأساس بضل قوي مع الوقت. يعني الخلاصة هي إنه البنية الهيكلية للواجهة الخلفية مش مجرد تفصيل تقني بنفكر فيه بعدين، لا، هي المخطط الهندسي للنجاح على المدى الطويل. هي اللي بتحدد إذا كان التطبيق رح يعيش ليوصل للتحديث العاشر أو رح ينهار عند أول تحديث. وبنختم بسؤال مهم جداً لازم كلنا نفكر فيه: هل التطبيقات اللي بنشتغل عليها أو بنستخدمها كل يوم مبنية عشان تدوم وتتطور، ولا هي مجرد قنبلة موقوتة تستنى التحديث الجاي؟